ازاي بخطوات بسيطة ابني او بنتي يقدروا ان هم يعملوا فيديو زي ده بشخصيات مختلفة ويقدروا ان هم يشرحوا فيه عن اي موضوع، مش بس عن المتحف الكبير. وحديث جدا وكأنك داخل الحضارة الفرعونية بس بطريقة عصرية. أول ما تدخل هتقابل تمثال ضخم للملك رمسيس. اول خطوة معانا ان احنا بنروح على جوجل وبنشوف الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، زي مثلا المتحف المصري الكبير، وبعمل شير على المتحف المصري وبختار حوالي 5 أو 6 صور. تاني خطوة بروح على تشات جي بي تي برفع له 6 صور، وبفضل ان اقول له ان انا عندي 10 سنين وعايزة اعمل المشروع عن المتحف المصري الكبير، والصور اللي انا رفعتها لك عايزاك تكتب لي جملة بسيطة زي سكريبت لكل صورة، بحيث ان انا اقدر ان انا اقدمه بسهولة. بعد ما تشات جي بي تي هيديني الكلام دوت هنروح على برنامج اسمه ادوبي اكسبريس. زي ما شايفين كده في شخصيات كتيرة جدا اقدر ان انا اختار منها الشخصية اللي انا عايزاها. انا اخترت الشخصيه الفرعوني اللي موجوده، وهروح في الباك جراوند وابلود الصوره حسب كل سين. هابلود الاول السين الاولاني. في اوبشن ان انا على طول اريكورد الكلام بتاعي، ادوس على كلمه ريكورد واريكورد الكلام. ممكن اكون عامله له ريكورد من قبلها وابلود الفايل بتاعي. هعمل ابلود وفي ثواني هلاقيه مديني المشهد بتاعي الصوره بالفرعون واقف بيتكلم الجمله اللي انا قلتها. بعد ما هعمل كده لكل الصور او لكل المشاهد هروح على كانفا واختار ان انا عايزه اكرييت نيو فيديو فاضي خالص. هعمل ابلود الفايلز اللي انا سجلتها من على ادوبي اكسبريس وعملت لها داونلود، هحطها جنب بعضها بالظبط في الكانفا، وانا كده عندي فيديو متكامل بالمشروع بتاعي. ونقدر بقى نعمل فيه ترانزيشنز، نحط عليه شويه كلمات، كل اللي انت نفسك فيه تقدر تعمله على كانفا في منتهى السهوله وفري تماما. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تعملوا لايك وشير. المتحف ده أكبر متحف أثري في العالم، معمول بشكل حديث جدا وكأنك داخل الحضارة الفرعونية بس بطريقة عصرية. أول ما تدخل هتقابل تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، كأنه بيقولك أهلا بيك في تاريخ مصر. جوه في تماثيل لملوك وملكات مصر القديمة قاعدين كأنهم لسه عايشين وبيحكوا لنا قصص زمان. وكمان هتلاقي كنوز الملك توت عنخ آمون كلها ذهب ولمعان، وبتورينا قد إيه المصريين زمان كانوا عباقرة. الافتتاح كان عالمي جدا بالأضواء والألعاب النارية، وكل الناس كانت فخورة بتاريخ مصر الجميل. تعالوا نزور المتحف المصري الكبير ونعرف مع بعض إن التاريخ عمره ما بيخلص.